على مهلك يا دناي. زمان الغندورة وعريس الغفلة والباب قافلة نازلين دلوقتي يا حبيبتي. انا هاكل ياما ومش هستنى حد، انا عندي ميعاد دكتور بعد كده. كل يا حبيبتي وتهني البيت بيتك ومطرحك. اهدى، هو الاكل النهارده ورق عنب؟ الحق ياما، ده هيبتدي الحرب بدري. الواد وحيد مصور شهادة ميلاده وبطاقته وحاططهم لسيد في طبق الأكل بتاعه. طب والورق جه هنا ازاي؟ هما مش مطرودين؟ واحنا مالنا ياما، سيبي كل حاجة زي ما هي. نفسي اشوف سيد لما ينزل ويلاقي الورقة في طبقه هيعمل ايه. بس جو الفيلا هنا يجنن يا حبيبي. انا مش عارفه احنا ايه اللي مقعدنا هناك، ما نقعد هنا على طول. خلاص يا حياتي لو عاجبك اقعدي زي ما انت عايزه، ما هو بيتك برضه. ايه ده امال فين يوسف؟ شوف اي حاجه، انا جنبك اهو، انا جنبك. اقول لزيك كلمتين بس. قدوته وتعالى خدي راحتك واعملي اللي انت عايزاه، ده بيتك برضه ولا ايه ده ليه؟ بيتها يا حاج لما يكون ما عندهاش فيلا بتدفع لها من دم قلبك كل شهر قد كده. وبعدين بقى انت بتدفعي حاجه من معاكي يعني؟ انت مرافزك مالها؟ المرافز سعد. هو ايه ده؟ ايه في ايه؟ موزعين ورق ولا ايه؟ شفت يا يوسف؟ هستأذن انا يا حاج بقى. استاذني ايه، مش هتاكلي معانا؟ انا عندي مشوار صغير هخلصه واجيلك على طول. يلا ربنا معاكي. الله 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 الله، ده كلام كبير قوي يا حاج. ايه يا دلال؟ مين اللي جاب الورق الكلام الفارغ ده هنا؟ علمك يا حاج، اهدى مش كده. ده بنت ايه الزفت ده؟ انا عندي ميعاد مع الدكتور. سلام. يلا بالسلامه انت كمان. لا اله الا الله. مين النيله اللي عمل كده؟ بقول لك ايه يا ام دلال؟ نعم. حتتين الغسيل اللي فوق دول مش عايزه ترجعي ايام الطشت الحلوه؟ الله يسامحك يا اخويا، الله يسامحك. معلش يا ابو دلال معلش. الاذن يا سيد. انت شفت ايه اللي مكتوب ده وايه اللي جايبه عندي؟ حصلت يا حاج، يقول لغايه هنا ومحطوط لي في يا اهلي يا جيراني، انا عايز اخدكم في احضاني. ازيك يا حاج؟ يا ريتنا كنا افتكرنا $1,000,000 يا حاج. انت ايه زفت الورق اللي مالي بالبيت ده؟ حبيت اعرفكم بوحيد الجديد، ودي صورة من شهادة الميلاد والبطاقة باسم وحيد سيد الدقاق. بس خسارة نسيت اصور جواز السفر. سيد الدقاق؟ انت فاكر لما هتقول كده تبقى ابني؟ لا، ده بعيد عن اللي انت بتفكر فيه. انت مش ابني، انا بقول لك اهو، وانا مش معترف بيك. جاتك نيله وادي الورقه بتاعتك. انا ابنك يا حاج، والله العظيم ابنك، زي ما كمال ابنك وايهاب ابنك وسمر ويوسف. على فكرة وحيد طلع أصيل، مرضاش يرفع عليك قضية يجبرك فيها إنك تصرف عليه وتوفر له سكن، وفضل إن هو يتكلم معاك بحب وبشكل ودي. كمان قضية؟ وبعدين أنت مال أهلك؟ أنت مال أهلك يالا أنت؟ أنا مش عايزك هنا ومش عايزكم كلكم. أنتوا هنا ليه؟ ما أنا طردتكم. اتنقلوا اخرجوا من بيتي، ده مش بيتكم، ده بيتي أنا. ولا أنتوا جبلات ولا إيه؟ لا مش جبلات يا حاج، ده بيتنا احنا، واحنا رجعنا بيتنا ده وهنقعد فيه ومش هنمشي مهما تجيب لنا بلطجيه. بلطجيه؟ انت بتقول انا بجيب بلطجيه؟ طب انا هجيب اللي اجيبه، ده بيتي وانا حر فيه. بالهداوه بالهداوه يا حاج، بالهداوه يا اخوانا، مش كده. الله، عايزين نقعد كده بالهداوه نتكلم مع بعضينا. هداوه ايه؟ العالم دي ما بتجيش غير بالسك في الدماغ. ده بس انا عن نفسي هفضل قاعد هنا، لو اتسكيت على قفايا لحد الصبح. انا قتيلك يا سيد دقاق، قصدي يا بابا. بابا؟ جاك بو اما يشتعك. انا مش طايق الواد ده، جاتك نيله فيك وفي امك. بس يا حاج، ام الله يرحمها دي يا حاج كانت مراتك في يوم من الايام، وما يصحش تشتمها وتتكلم عنها بالمنظر ده، لان الكلام ده لو سمعوه الحريم بتوعك هيزعلوا، لان ده معناه انك هتهينهم في يوم من الايام. ولا بطل البرود اللي انت فيه ده، والا اقسم بالله العظيم هتغاب عليك. طب اتغابى بسرعه يا حاج الله يخليك، عشان مش فاضي، عايز الحق اطلع فوق اوضب اوضه كده. خلينا بقى نعوض ايام الحرمان اللي عشنا فيها يا حاج. شوف الزفت، بس يا حاج، ده عايز كمان يعيش جوه البيت وفوق. يا حاج اهدى بس يا حاج. بقول لك ايه،
انا ما عدتش طايق نفسي ومش طايقهم. خلصت من عندي خالص، والا اقسم بالله هتصرف تصرف تاني. بقولها لكم في وشكم اهو، تصرف تاني. انا هوريكم يا كلاب. يلا بس قلب ابوكم مش راضي عنكم. نقعد كده بالهداوه وناخد وندي في الكلام مع بعضينا. طب انا هقول لك على حاجه كويسه قوي. بما ان ابوك فوضك انك تتكلم معانا، تحب تتكلم معانا كلنا كده ولا تتكلم معانا واحد واحد علشان يبقى عندك فرصه تريح وتاخد نفسك؟ الله ينور عليك. لا، هتكلم مع واحد واحد عشان اخد فرصه اريح واخد نفسي. هبدا بوحيد. يلا يا وحيد. نعم، كنت عايز تقول ايه يا يوسف؟ يا عم وحيد، انا مش ضد اللي حصل ده. طب ايه رايك بقى ان انا اللي قعدت ازن على الحاج ان هو يروح يعمل شويه الدم دول بتاع التحاليل والكلام ده؟ اصل انا كنت عايز اعرف راس من رجليا برضه. الله، اصل انا بصراحه كنت شاكك بصراحه بقى، وعلى بلاطه بقولها لك. كنت مصدقه، كنت شاكك ان انت اخويا بجد. واديك اتأكدت يا يوسف، وبقيت اخوك رسمي، وبرضه لسه بتبصلي من فوق لتحت. اوعى يوسف تكون بتعاملني على اني وحيد بتاع زمان. عارف ليه؟ عشان انا خفيت وعملت اللي كان لازم يتعمل من زمان. ماشي يا عمنا، طلباتك يا عم وحيد. من الاخر يا يوسف، من الاخر يا سيدي. انا عايز تعويض. نعم. ايه تعويض؟ ايه يعني ايه؟ يعني تعويض عن كل ايام الذل والحرمان اللي انا شفتها في البيت ده. تعويض عن المرمطه اللي كنت انت وابوك بتوروها لي. فاكر يا يوسف؟ فاكر لما دخلت عليا المكتب ولقيتني قاعد على الكرسي اللي هناك ده؟ فاكر عملت فيا ايه؟ انا ما بفتكرش اي حاجه تزعلنا يا وحيد. انا راجل قلب ابيض، واحب ان انت كمان يبقى قلبك ابيض. الله، ما سيبك بقى من اللي فات يا عم بقى وخلينا بقى نفكر في اللي جاي. قول لي بقى المفيد، عايز تعويض كام يا عم وحيد؟ فلوس ايه يا يوسف؟ انا حكايه الفلوس دي اخر حاجه ممكن افكر فيها. وبعدين موضوع الفلوس ده له صرفه تانية خالص. انا عايز تعويض نفسي. ايه تعويض نفسك ازاي يعني؟ يعني عايز اوضه عشان اتجوز فيها، وفوق. تاني حاجه، انا لازم يبقى ليا دور في الوكاله. لا 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 لا، ده انت مرتب امورك بقى ومظبط نفسك على الاخر يا عم وحيد. مش بقول لك خفيت يا يوسف؟ سبحان مغير الاحوال. ماشي. طب اسمع يا عمنا، موضوع الاوضه دي، الاوضه اللي فوق، انا ممكن افتح الحاج فيها وهدوس لك عليه. انما موضوع الوكاله ده انا بقى اللي مش موافق عليه. مبقاش من حقك توافق ولا ترفض يا يوسف، لان خلاص احنا بقينا زي بعض. لا ايه انت اتخبطت في عقلك ولا ايه؟ انت عمرك ما هتبقى زيي. الله، اياك تخسرني انا بالذات يا وحيد. شفت يا يوسف؟ عمرك ما هتتغير.